بصراحه يا جماعه انا مش عارف هنعمل ايه في موضوع البرومو الراديو ده. طب انا اقول لك، احنا نبدا ب5 ثواني صمت. 5 ثواني صمت مين يا بني ادم؟ ده راديو يعني فاكره تلفزيون؟ يعني مفيش اكشن؟ لا مفيش اكشن. امال في ايه يا مغازي؟ ممكن يبقى في 1 2 3 2 1 بقى. طب هنعمل ايه؟ المهم يعني احنا عايزين نقول للناس ان احنا ان شاء الله كل يوم 3 الساعه 9 لحد الساعه 10 هنكون معاكم على راديو المصري اف ام. بس كده؟ بس خلاص. طب يلا. دلوقتي انتوا بتسمعوا عكس عكاس على الراديو. مستمعينا في كل مكان، مستمعي راديو المصري اف ام، اهلا بكم في حلقه جديده من عكس عكاس على الراديو. عكس عكاس هو النسخه الصوتيه لعكس عكاس، البرنامج اللي بيتذاع على اليوتيوب. معاكم احمد المغازي، محمد صالح، واحمد عيسى. الحلقه النهارده عن ايه؟ الحلقه النهارده عن زعلان ليه بارت 2 الجزء الثاني. طبعا الناس هتسالنا انتوا ليه عملتوا جزئين للحلقه. الحقيقه موضوع الزعل كبير قوي، فزي ما احنا المره اللي فاتت فضفضنا مع بعض وفي ناس شرفونا بالاتصال، فاحنا بنفكر النهارده مستمعينا ومتابعينا ان هم يشرفونا باتصالاتهم ومداخلاتهم. والنهارده انا بالنسبه لي على الاقل هحاول ان انا اركز على ازاي نخرج من حاله الزعل. المره اللي فاتت احنا فرشنا قوي في الزعل بيجي منين واسبابه و النهارده هنحاول مع بعض ان احنا نعالج اسباب الزعل. اسباب الزعل قلناها المره اللي فاتت زي ما احمد ما قال واتكلمنا عنها كتير جدا، لكن احنا عايزين النهارده نخرج من الزعل. نخرج من الزعل ازاي؟ اولا انا شايف ان احنا لازم ان احنا نغير المكان اللي زعلنا فيه. يعني ما نروحش اماكن زعلنا فيها كتير قبل كده، لان ارتباطك بالمكان بيديك صوره ذهنيه بالزعل اللي انت زعلته قبل كده، بيخليك ان انت قاعد دي البت اللي فقعتني قالت لي الكلمه دي اخر مره لما كنا قاعدين في الكافيه الفلاني، ده ابويا ضربني حته قلم في الانتريه، ده امي لقيتني بشبشب في ظهري من عوض 4 كيلو جابتني في العصعوص. طيب انا شايف ان اهم حاجه ان احنا نغير الاماكن اللي حصل فيها زعل. احمد عيسى، المشكله بقى لما يكون الزعل في مكان ما ينفعش تغيره غير العصاص يعني. لا هو مش مكان في خريطه، مش مكان في خريطه الجسم موقع يعني المشكله لو الضغط اللي عندك مثلا في مكان زي الشغل، مكان بتروحه كل يوم بتتعامل فيه مع نفس الناس بنفس الطريقه بنفس المنتاليتي، فالمشكله ان الضغط ده متكرر بيحصل لك كل يوم، فانت في الحاله دي صعب قوي اصلح انك تغير مكان الزعل يعني. ولا انت ايه رايك؟ اقول لك حاجه، يعني انت مثلا مكتبك مثلا في شغلك، غير مثلا مكان مكتبك. حاول مثلا تغير اللبس اللي انت لبسته يوم حصل مثلا الخناقه مع العامل اللي عندك او مع الفني اللي عندك. انت كده بدات تخش في جو الشعوذه بتاع احمد المغازي. طب انا اعمل ايه طيب يا جدعان؟ خليك عملي. انا العملي بتاعي ان انا من الاخر اي حد بيزعلني بجيبه 2 من الاخر يعني. اصل موضوع تجيبه 2 بالنسبه لعيسى ممكن هيبقى فيه صعوبه شويه، مش عشان خاطر ان هو ما بيلعبش جوجيتسو زينا خالص، بالعكس، لكن هي الفكره انه موضوع الشغل يا جماعه انا بس يعني ده انا بلاحظه مش بس عند احمد في الشغل او عند محمد في الشغل، ولا عندي كمان، ده عند الناس كلها. المشكله لو هنتكلم في الاسباب، المشكله ان احنا بنعاني من جيل قديم تم ممارسه ضغوط كتير قوي عليه، تم تهميشه خلينا نقول، فهو بيحاول بقدر ما ان هو ينتقم من الجيل الجديد. ينتقم مننا ازاي يعني؟ بالظبط. يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه، دلوقتي مثلا احنا بنتكلم على انت راجل محاسب مثلا بفرض، وفي الشغل بتاعك عندك دفاتر كتيره جدا وشيتات كتيره جدا، حاجات ورقيه، جميل. فانت طبعا عشان انت الشخص اللي جاي جديد بقى عاوز يعمل تكنولوجي، وقال لهم ان في اختراع اسمه اكسل وفي وورد وفي ما اعرفش ايه وفي كذا، تمام.
ابسط مثال بيتقالك انه انت الحاجات دي يا بابا بتبوظ، بتبوظ بيتردد بتبوظ، انما الورق ده اللي عمره ما يبوظ. ما هو بيضيع. فاكر لما كنا في تيدكس في 2012 في بورسعيد، لما كنت لسه هقول. عزت لما عزت امين كان بيحكي حكايه الترابيزه بالظبط. الترابيزه موجوده ليه؟ عشان نقعد عليها ونجيب نقعد الملفات عليها ونجيب الملفات من تحت. طب يا جماعه بنحطها فوق. ايه فايده ان انت تفضل ماسك في نظام روتيني قديم؟ على فكره برضو يعني انا مش عايز القي باللوم قوي على الجيل بتاع الستينات، بس هم مشكلتهم ان هم للاسف ما شافوش كتير. هي المشكله كمان مش في جيل الستينات وبس، أمال. المشكله في الشريحه اللي عايزه تحافظ على مكانها تحت اي مسمى. تمام. اللي هو عايزين يعني يقعدوا على نفس الكرسي طول لحد ما يموتوا. بالظبط. دي ملهاش سن، ملهاش علاقه بشريحه ستينات او سبعينات او ايا كان. انا برضو مش عايز برضو اظلم الناس دي كتير، لكن التشخيص اللي انا اقدر اقوله ان احنا بنعاني فعلا، احنا كشباب احنا بنعاني فعلا من القوالب القديمه، بنعاني فعلا من ان القوالب القديمه والناس اللي مش قادره تتقبل الفكر الجديد حتى في حاجه بسيطه. بص يا احمد معلش انا بقطع كلامك، احنا بنعاني من كل حاجه، بنعاني في الرياضه. مفيش حد مرتاح في الرياضه الاهلاويه من الاخر. ماشي. بنعاني في الرياضه. بنعاني في الحته الدبلوماسيه بقى. احنا بنهني النادي لا الاهلي بيفوز. ثانيه واحده نشجع مصر بس، هنا المصري بس. هو انت هنا المصري وبس. هتهني الاهلي على كره ضاله جت في الدقيقه 95؟ انت بتعترض على قضاء وقدر ربنا. لا احنا هنا هنا المصري اف ام، يبقى هنا دي النادي المصري بس، بعيدا عن اي حاجه. احنا مالناش انتماء للنادي المصري لفريق بلدنا. الله ينور عليك. يعني لو كلام من ورا قلبي شويه بس قشطه. انت عارف ان احمد ملوش في الكوره يعني. انا اصلا عارف الناس امريكيه بس مش مشكله. يا جماعه انا بعتذر لكل جماهير النادي المصري، وعايز اقول لهم ان احمد مغازي يعتقد ان انا بقول احمد ناخد فاصل بقى، ناخد فاصل ويلا نقول مع بلاك تيما. ورجعنا لكم تاني بعد اول فاصل من حلقه عكس عكاس زعلان ليه الجزء الثاني، وفي انتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم معانا وفضفضتكم على موضوعنا النهارده، موضوع ازاي نخرج من الزعل. الحقيقه واحنا بنفكر في الموضوع بتاع الزعل، وبما ان انا قبل الفاصل الظاهر ان انا عكيت يعني، ف المشكله برضو او من الحاجات يا عم قول للناس انت ماشي في الكوره اصلا. انا اصلا يا جماعه انا عايز بس اقول حاجه. انا اعتقد ان الكوره مربعه. بيلبس ايه؟ بيقول لي احمر باين. لا ثواني بس انا هقول لك الاسوأ من كده. انا اعتقادي ان الكوره اصلا مربعه، فيعني ماليش في الكوره خالص. المشكله بتاعت الانتماء المبالغ فيه لنادي معين، او المشكله الانتماء المبالغ فيه لفكره معينه، دي برضو من الحاجات اللي بتزعل، لانه ما بتبقاش فيه مساحه من التسامح بين الناس وبعضها. وجايز ده احنا بنحاول ان احنا نعالجه في البرنامج في عكس عكاس. وبرضو من الحاجات اللي بتضايق على سيرة الشغل، يعني انك تبقى شغال في مشروع، والمشروع ده انت تعبت فيه قوي وبذلت فيه مجهود وجبت كتب وترجمت ومش عارف ايه، يمكن حكيت له القصه دي قبل كده، وفي الاخر يقول لك اصل اسف العميل مش هيفهم الخطه او البلان اللي انت عاملها. وليه مش هيفهم؟ عشان معانا مداخله ونقول الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. برنامج عكس عكاس. اهلا بحضرتك. مين معايا؟ مع حضرتك احمد المغازي يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك يا فندم. انا المهندس محمد السعيد. اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بحضرتك. الله يخليك، انا من الناس المتابعين قويين لكم. ربنا يخليك يا باشمهندس. كلمت الاستاذ محمد تمام، كنت قفلته. للاسف كلمنا اخر مره فعلا كنا قفلنا فعلا. تمام يا باشمهندس يعني. احنا يعني ده طبعا شيء يشرفنا ان حضرتك تكون من المتابعين لينا يعني. والله يعني هو برنامج شيق وجميل. ربنا يخلي حضرتك يا باشمهندس. بيحتاج الى فكر باستمرار، يعني الواحد ما بيقعد معاكم بيشغل دماغه حلو وجميل يعني. تمام. وربنا يوفقكم. بس هو الحدوته انا عايز اعلق على بقيه الجزء اللي فات. اتفضل. لا ماليش دعوه بالجزء اللي فات، عشان ايه انا هتكلم في الجزء ده وبعدين اكلمكم على يعني نبذه اخيره، كلمه اخيره عن الجزء الاخير. طب انا هستاذن حضرتك في حاجه بس، عشان انا يعني هو اكيد الصوت مش هيعدي عليا كده يعني، فعشان نعرف نتكلم مع بعض بعد كده. احمد عيسى معاك. اهلا وسهلا يا فندم. فندم ايه بقى؟ ما ده انت اللي فندم يا عم.
طبعا هو للساده المتابعين، الباشمهندس محمد يبقى والدي. انا قاعد متفاجئ بصراحه، انا قاعد متفاجئ عشان مره، عشان ما نيجي نتكلم اعرف اتكلم معاك بس. لا بص، انا مش بتكلم على ان والدك أو لا ما هو اصل انا مش هينفع اقول لك يا باشمهندس يعني. مش عارف اقول لك يا باشمهندس. فاحنا بس بنعمل بس يعني توضيح بس للساده المتابعين والمستمعين. المهندس محمد السعيد عيسى. ماشي، معلش، تعرف ان انا دايما اقول محمد. انا عارف بس هي الحدوته. كمل بقى بابا. انا متابع للبرنامج وبتكلم مع شباب، وبرنامج فعلا حلو، ما قلتش فيه حاجه حبيبي ربنا يخليك. انا عندي شويه حاجات كده. انا الجزء الاولاني سمعته، طبعا بعرف منك ان يوم الثلاث الساعه 9. انا النهارده قعدت الساعه 9. مره بداتم عشان احمد وغازي ما جوش، مع احتفاظ بالالقاب يعني، ما جوش، اتاخروا في السكه. تمام. واخدت وقت طويل. المره دي برضو كان في قبلكم برنامج يعني، معلش اتاخرتوا برضو. ماشي، تاخر في شغلكم. لكن انا بتكلم على الجزء الاولاني اللي انتوا اتكلمتوا فيه. طيب تعليق حضرتك ايه يا باشمهندس على الجزء الاولاني اللي حضرتك سمعته؟ ما انا الجزء الاولاني انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اولا يعني احنا لازم نعرف ان احنا هنعيش تعبانين ونموت تعبانين. تمام. ده لازم نبقى فاهمينها. تمام. لان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لقد خلقنا الانسان في كبد. تمام. يعني الطفل اللي اول ما بينزل بطن امه عايش في كبد. اكيد. عايز يقول لك حاجه مش عارف، فبيعيط وبيصرخ. تمام. انت ما انتش فاهمه، فانت بتعك فيه. تمام. يعني كده الحياه كلها. انا مش هطول عليكم كتير. ماشي. تمام. حته العصبيه اللي بتنتابنا اولا يعني بعد العمر الطويل اللي احنا قدمناه، انت عارفين ان انا على المعاش. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا فندم. الله يبارك لك. بعد العمر الطويل ده ما فيش شغلانه في الدنيا الا لما فيها قرف وتعب وقول كيفما شئت. تمام. خلاص. ايا كانت المهنه، ايا كانت. حلو. نيجي نتكلم بقى الحاله العصبيه. الباشمهندس محمد قال يعني من نوع اللي ايه، انا بغير المكان. تمام. صح. تمام. ماشي. انا في يوم ما التقيت بالدكتور احمد عكاشه. تمام. الاستاذ بتاع الامراض النفسيه. تمام. استاذ الطب النفسي. تمام. ايوه. ونصحني بحاجه. قال لي ايه، لما تكون الضغوط عليك جامده وقف في مكان فاضي عشان الناس ما يعلقوش عليك. تمام. وانت بورسعيد يقف على البحر كده وحط وشك جوه الميه واقعد اصرخ وطلع كل اللي جواك. طلع كل العناء اللي انت بتحبه. يعني حضرتك بتؤيد الاغنيه اللي احنا طلعنا بيها في الفصل الاول، ان احنا لما نكون مضغوطين نقول بصوت عالي. مش لازم تقول عارف ازاي يعني. المشكله انت حاسس بالمشكله ايا كانت في البيت في الشغل نطلع الكبته او العصبيه اللي جوانا. تمام. انا هقعد اقولها بصوت عالي واتخانق مع نفسي. تمام. وبعدها هتكون انت فضيت الشحنه اللي عرفك. دي حاجه. الرسول عليه الصلاه والسلام نصحنا بان في حاله الحالات العصبيه الموجوده. يعني انا دايما كنت اقول او انا كنت بعملها وانا شاب صغير، اما كانت الانفعالات ما بين وما بين الزوجه حاليا. تمام. بتعلى معايا مش عيب، اروح لابس واخد بعض شايلها البيت ومشي. تمام. بتسيب المكان اللي ممكن يكون فيه بالظبط. تمام. المكان اللي فيه طاقه سلبيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه بقى؟ لما اكون وصلت الى مرحله عاليه تمام من الضيق او الاستفزاز او سميها زي ما انت عايز، غير المكان. صحيح. لو انت قاعد اقف، ولو انت واقف اقعد، ولو انت واقف امشي. المهم انك تعمل حاجه هو بيقصد بيها فقد الطاقه. بالظبط. انا طبعا يعني في غايه السعاده ان حضرتك يعني شرفتنا بالاتصال، و يعني اسجل اعجابي بحضرتك وبعقليه حضرتك، واتمنى ان حضرتك تكون دائم الاتصال بينا. وانا بسجل اعجابي بابن حضرتك بصراحه. اتمنى حضرتك توصل سلامي للدكتوره هاله عايز تقفل ولا اقول كلمتين؟ لا اتفضل. لا اتفضل حضرتك. اتفضل. بص حضرتك. اتفضل. كلمه شعوذه اللي احمد قالها ديت. تمام. الحته الثانيه بتاعت حضرتك انك
ان الجيل القديم بيعقد الجيل الجديد في الوظيفه. تمام. هذا الكلام يعني انا شخصيا كنت ببوس ايدين ورجلين للموظفين اللي عندي عشان انشئ جيل اخر يمسك مكاني في اي موقع انا مسكته، والحمد لله. يا ريت كل الجيل بتاع حضرتك زي حضرتك يا باشمهندس. ربنا يبارك لك. اصل انتوا ظلمتونا بكتير. لا ابدا والله. انا برضو يعني انا بكرر شكر لحضرتك والوقتك اللي انت قضيته معانا، واتمنى ان انت تشرفنا باتصال كل مره وسلام مؤقت لحد ما تشرف بحضرتك ويسلم عليك ان شاء الله. الله يخليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وربنا يوفقكم. وقول للاستاذ محمد صالح ما تجيبش الناس اثنين. لا ما تجيبش الناس اثنين يا محمد، خلاص ما عادش كده تاني. ربنا يخلي حضرتك. تمام. وقول برضه محمد صالح انك لما اتكلم مع حد امبارح المره اللي فاتت اتكلم مع الانسه مها، تمام، اكيد دخل فيها جامد يا مها وبتاع. الرحمه بالله. خلي طب احنا كان ممكن نقول الكلام ده بينا وبين بعض يعني على فكره. والله يوفقكم. ربنا يخليك يا باشمهندس. الله يبارك في حضرتك يا رب. شكرا ليك يا باشمهندس. شكرا لحضرتك. الكلمه الجميله دي والمداخله اللطيفه جدا دي. وهنطلع مع تاني فاصل. معانا هاني متواسي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم في عكس عكاس على الراديو. هما ليه بيقولوا على الراديو؟ على الراديو. على الراديو. بس احنا في الشارع ما بنقولش على الراديو. انا بقول راديو عادي. الراديو قشطه. ما تشتغلش نفسك بقى، ما تعملش فيها الناس يعني. ما علينا. طيب ماشي. المهم بعيدا عن مخارج الحروف، كان في تعليق طبعا على المكالمه اللي انا يعني مبسوط بيها جدا، مكالمه الباشمهندس محمد عيسى. طب احنا معانا مداخله. معانا اتصال ومحمد هيقول الو. محمد لا ماشي اوكي. محمد زي بعض. ثواني. ايوه ركب يا ابني. ايوه خلاص ماشي. الو. ايوه برنامج عكس عكاس. ايوه يا فندم. مساء الخير. مساء النور. اتعرف بيكي؟ اسمي ريموندا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. انا كنت بتكلم على موضوع الحلقه النهارده، موضوع حلو قوي، بس انت قلت راي كده غريب شويه، ممكن ما اكونش متفقه معاكم فيه. تمام. اللي هو تغيير المكان اللي تم فيه موضوع الزعل اصلا. تمام. انا من رايي ان ايا كان الموقف اللي حصل فيه، موقف الزعل، ما اعتقدش ان تغيير المكان هيفرق كتير. بالعكس، المكان اللي حصل فيه الزعل لازم هو اللي يتم فيه الصلح، بحيث ان احنا لو رحنا المكان ده تاني ما يبقاش فيه اي ذكرى وحشه. تمام. يعني يبقى المكان سايب ذكرى حلوه وخلاص، مجرد ان احنا ما نروح المكان تاني هيبقى الذكرى الحلوه هي اللي باقيه، مش الذكرى الوحشه. تمام. طب لو ما فيش امكانيه ان احنا نبقى يعني نتصالح مع الطرف الاخر، نروح المكان تاني ولا ما نروحوش؟ انت كده ولا كده خلاص. ما هو لو ما فيش امكانيه ان انت تتصالح معاه هيبقى يعني اللي عمل المشكله هيبقى قلبه اسود قوي كده ولا كده. مش منه بقى خلاص، هو غار بقى خلاص، الطرف الاخر غار. احنا بقى نعمل ايه؟ نفضل في نفس المكان ولا نغير مكاننا؟ مش هتفرق كتير، انت هتفضل حافظ الموقف، هتفضل فاكر الموقف، فمش موضوع المكان هو اللي هيفرق. بس عادي يعني مش هيبقى الاهتمام بالمكان قوي، لان هو هيبقى مجرد ما هيروحوا فعلا هيفتكر الموقف. بس الافضل يعني ان احنا نحاول نصلح موضوع الزعل. ما فيش حاجه تستاهل. طب انت زعلانه من ايه؟ ايه؟ انت زعلانه من ايه؟ ايه اللي مزعلك في حياتك؟ مش حاجه معينه يعني، ما انا باخد الموضوع ببساطه، ما بحبش اخد حاجه على قلبي قوي يعني. مش من حد، ما بحبش موضوع الزعل. موضوع الحلقه النهارده. ما بتحبش تزعلي اصلا؟ لا. طب والله كويس. والله كويس. انت عندك قدره تتغلبي على الزعل. ايه؟ كويس ان انت عندك قدره تتغلبي على الزعل بتاعك. يعني لو الموضوع هيحتمل الزعل فاكيد هيبقى فيه موقف غلط حصل، فلو موقف غلط حصل لو انا غلطانه فيه اعتذر وخلاص، يعني مش هيقدر ان انا اعتذر طالما موقف غلط حصل مني. تمام. لكن ما اعملش مشكله واخسر حد بسبب حاجه هايفه، يعني الموضوع مش مستاهل زعل حاجه. طيب مساء الخير. اولا معاكي احمد عيسى. ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايز بس ايه يعني اوسع مساحه الكلام شويه. مش هنتكلم عن الزعل، انا عايز اقولك ايه اللي ممكن يضغطك، يعني تحسي انك مضغوطه، عليكي عبء، عليكي لود. اللي ممكن يضغطني
ممكن تدخل حد في حياتي زياده عن اللزوم. وده ده بيحصل؟ بيعمل لي- ده انت بتسمحي ده يحصل؟ ده يعني بيحصل طبعا، ما بيحصلش غير من ناس قريبه مني للاسف. وتصرفك في الحاله دي بيبقى عامل ازاي؟ ايه؟ تصرفك انت في الحاله دي بيبقى عامل ازاي؟ بحاول يعني اتغاضى عن الموضوع على قد ما تتمشى اقدر، بره لان يعني. ما ينفعش اخسرهم. يعني زي ما قلت لك، الناس اللي بتتدخل في حياتي اصلا هم ناس قريبين مني جدا، فانا على قد ما اقدر ما بحاولش اخسرهم. بس لو موصل الموضوع ان هو خلاص لود قوي عليا، فخلاص يعني بضطر انسحب وبضطر اقول الكلمه المعتاده، محدش له دعوه بايه. تمام. هل انت شايفه ان العلاقات دايره علاقات البني ادم ممكن تاثر على حالته النفسيه؟ تحسس ان هو مضغوط، تحسس ان هو عليه عبء معين؟ اكيد لازم تاثر. متشكر جدا، شكرا. ميرسي جدا، ميرسي جدا. الدايره بتاعت العلاقات بتاعت الانسان الحقيقه بتبقى يا اما بتكون مصدر دعم بالنسبه له، يا اما بتكون مصدر قلق، لان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، واحيانا بيكون لما يكون دايره العلاقات بتاعته مصدر قلق، فده بيخليه يتحول من انسان اجتماعي لانسان انطوائي، يبدا يبعد عن الناس، يبدا ينعزل، فده بيزود الضغط العصبي عليه. برضو على فكره عايز اقول حاجه برضو، ان فعلا احنا اتحولنا المجتمع زي ما قلنا قبل كده، وزي ما احمد عيسى قال لي قبل كده، 90 مليون ربنا بيحاسب 90 مليون بني ادم، كل واحد متدخل في حياه اللي جنبه، كل واحد بيحكم على اللي جنبه، وكل واحد بيفرض رايه، يحاول يفرض رايه وسيطرته على جنبه، وكل واحد بيحاول يحاسب التاني. بالظبط. وهي دي انت المشكله. عارف ليه بقى الموضوع ده؟ لان كل شخص ما عندوش ثقه كفايه في نفسه، وبيبدا ان هو يعاقب نفسه في الاخر، يعني بيعمل اسقاط لعيوبه، بيعمل اسقاط لاخطائه، او يعني صح التعبير لخطاياه على الاخر، وبيبدا ان هو يحاسبه على اساسها. الداهيه تدهيك وتجيب اللي فيها فيك. ما من الاخر هو ما تقعدش بقى مش- تقعد تنمق الكلام مش وتزوقه بنمق وهو يعني كده. بس لا احنا ماشي، ما خلينا علينا. خلينا متفقين ان دايره العلاقات اللي احنا بنتكلم فيها دي ممكن توديك في مرحله معينه انها تبقى مساحه ابتزاز نفسي، الى ان لان انت دايما مطالب تسال، مطالب تهتم، مطالب بدون اي رد فعل من الناحيه فده الثانيه. يبدا يتحول لانطواء وانعزال تماما، بالظبط. وقطع في العلاقه، ده اكيد بالظبط. اكيد. ومعانا مداخله. الو. الو. ايوه. خير. مساء النور. ايوه اتفضلي، انا سامع. احمد عيسى معاكي. الو. واضح ان في أيوة. مساء الخير. مساء الخير. واضح ان في مشكله في حاجه. مساء النور. ايوه نتعرف بحضرتك. ايوه الصوت ضايع خالص. طيب ممكن ثواني كده. الو. واضح ان الو. في ايوه مشكلة. الظاهر ان في مشكله في الاتصال. حضرتك سامعني يا فندم؟ الو. الو حضرتك معايا؟ طيب الو. ايوه يا فندم معاك. ايوه يا كده فندم صوت كويس. اتفضلي، نتعرف باسم حضرتك، اتفضلي. أميرة معاك. استاذه اميره، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. الله يخليك. سؤال الحلقه، زعلانه ليه؟ الو. الظاهر ان في مشكله في الاتصال مع الاستاذه اميره، اتمنى انها تكون سمعانا وتحاول تتصل بينا مره تانية. كان احمد بنتكلم على الابتزاز النفسي. طيب هو عشان برضه ليه؟ لا اللي هو قلت إيه؟ التهديد النفسي. الابتزاز مش التهديد. انت مصر يا عم برضه. انا مصر على الكلام ده. يا عم الشغل ده يا الابتزاز عم، النفسي. وطروحاتهم وابتزازات يا عم ده عيب يا عم ده. هو اللي احمد عيسى قصده عليه، واللي اكيد محمد مش قصده عليه خالص، انه يبقى في نوع من يعني خلينا نقول لما يكون شخصين في علاقه معينه، يبداوا الاثنين يحاسبوا بعض ان المفروض كل حد فيهم يقدم تضحيات للتاني، يحاسبوا بعض ان كل حد فيهم لازم يعمل 1000 حساب للتاني، يبقى الموضوع بينهم زي ما نكون مثلا احنا بنعمل معايير جوده في شركه، ولا مثلا رايحين نحسب ضرايب يعني. وده بيختلف تماما عن الصداقات القديمه اللي انت مش مطالب فيها انك تقدم مزيد
من تمام. اي حاجه، لان هي اوريدي موجوده. تمام. اخد بالك؟ يعني انا دلوقتي بقول ان كل دايره علاقاتك ما قلت، كل ما هتحس ان اللود اللي عليك خف. وده بيختلف طبعا عن دايره علاقات الشغل ايوه قصدك دايره الاصدقاء. دايره الاصدقاء بالظبط. في بتكلم عن دايره الاصدقاء. تمام. انا برضو كان في يعني كان باشمهندس احمد عيسى، كان باشمهندس محمد عيسى اللي هو الجاد فاذر يعني العراب كان اتكلم على الحديث النبوي اللي بيوصف فيه النبي عليه الصلاه والسلام حال الشخص المتعرض للغضب او المتعرض للزعل او كذا. تمام. ففي الحقيقه في حديث تاني انا يعني شفته، انه في عندنا سلسله كده بتحصل، الانسان بيوصل بيها لمرحله من مراحل الزعل او مرحله من مراحل الضغط النفسي الكبير. مثلا انه في ذكر مشهور جدا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان بيستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. 8 حاجات، كل حاجه من دول بتأدي للي بعدها. يعني لو انا عندي هم، تمام، هبقى عندي نوع من القلق على المستقبل، وعندي حزن هبقى خايف، او عندي حزن وقلق وزعل من الماضي، فهبقى مش شايف لا الماضي بشكل ايجابي ولا شايف المستقبل بشكل ايجابي. ده هيخليني ان انا ابقى كسول ان انا اتحرك. هي القصه يخلي عندي جبن ان انا اغامر او اخد خطوه. بص، هي القصه دلوقتي في ان انت تعرف تهندل الضغوط اليوميه اللي بتتعرض لها، اخد بالك، وتعرف تكمل بيها، لان كتر الضغوط هيؤدي للانفجار. ده طبيعي. بالظبط. احنا طب معلش يا جماعه بعد اذنك، بعد تهندل دي معلش لازم نطلع فاصل عشان تهندل مع هريسه، قصدي اليسا. هندل براحتك بقى. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبعد ما سمعنا اغنيه هريسه، قصدي اليسا، مش عارف ايه دخل الاغنيه بالموضوع، بس هي هريسه واليسا بصراحه في وقت واحد يعني. المشكله ان البرنامج على الهواء مش هنعرف نعمل تيت على الحاجات التيت اللي محمد بيقولها. ما علينا، نرجع تاني للموضوع بتاعنا واحنا بنتكلم عن الزعل. في فكرتين احنا بندور حواليهم واحنا بنتكلم في موضوع الزعل او موضوع القلق او موضوع التوتر اللي ممكن يصيبنا في حياتنا. ان احنا اوريدي بنبقى ربنا خلينا في الدنيا عشان نتعب. ماشي، انا هتفق مع هذا الاعتقاد، بس عايز اقول حاجه صغيره، انه الموضوع مش اجبار، بمعنى ان انت مش محطوط في الدنيا عشان تتعذب، عشان بس في ناس ممكن الفكره توصل معاها لكده. لان ببساطه طبعا لقد خلقنا الانسان في كبد، طبعا الايه موجوده في القران الكريم، جميل، بس في ايه تانية برضو في سوره طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى، يعني سر السعاده موجود في هذا الكتاب. كمان فكره انه الانسان موجود في الدنيا عشان بيتعذب، لا، الموضوع مش كده. احنا كل يوم مطالبين ان احنا نبقى احسن من اليوم اللي قبله. وانا عارف ان في مجموعه من الاحاديث بتقول ان الزمن والوضع والاحداث والدنيا في الاسوأ، بس ده مش معناه ان انت تقعد ساكت، ده معناه ان انت كمان يبقى في عندك تناغم مع الحياه اللي بتحصل. وزي ما في ضغوط وزي ما في مشاكل وزي ما الناس اخلاقها بقت وحشه، لازم انت تبقى عندك قدره اكبر على امتصاص هذه الصدمات عشان تقدر تتعايش معاها. هو انا عندي تعقيب بقى صغير على كلامك بقى. انا لما باجي بتكلم ما بتكلمش على الكبد، اللي هو ان انت بتنزل الصبح بتروح شغلك بتقابل ناس مش عاجبها، مش عاجباك، انت احنا بنتكلم على الضغط النفسي، احنا بنتكلم على النتيجه، بنتكلم على النتائج، بنتكلم على احنا النهارده جايين نتكلم عن الحل مبدئيا. طيب الحل احنا محتاجين، معانا تليفون؟ ما معناش تليفون. طيب احنا بنتصور بالتليفون. طيب الحل مبدئيا انه يبقى في نظام الاعتقاد اللي عندنا يتغير شويه. يعني احنا عندنا الانسان عنده 4 احتياجات اساسيه، عنده الاحتياج الروحي، عنده الاحتياج الجسماني او الصحي، وعنده الاحتياج الاجتماعي والاحتياج العقلي. المشكله اللي بتحصل ان احنا بيبقى عندنا خلل شويه في الاحتياج الروحي. يعني مفهومنا عن الصبر مختلف. مفهومنا عن الصبر ان احنا ناخد خبطه ورا خبطه ورا خبطه، ان احنا نضغط ونسكت، ونقعد ساكتين ما نعملش حاجه. تمام. وفي برضه مقوله كده وهي حديث ضعيف اصلا، مش يعني قد يكون موضوع اللي هو انتظار الفرج عباده، انك تفضل مستني كده، يا رب سهلها من عندك، يا رب سهلها من عندك. صلاح
بعد أيوة. اذنك، هو انت وصل لك حل من اللي احمد بيقوله؟ ولا اي حاجه ولا اي طيب. بنجان مخلي. احمد يعني احنا بنتكلم في يا اول عم حاجه. قول اعمل ايه يا بلاش جماعة، عم مش أول عاوزها، حل- قول اعمل ايه. واحد مش عاوزها ده اتنين باشا. تلاتة. يا باشا اعمل مش 1 2 3. اول حاجه غير الاعتقاد. اول حاجه غير اعتقاداتك. يعني انت كنت زعلان من ابتزاز نفسي صح؟ فرحان انت ده حاجه يا عم، فرحان انت مغير اعتقادك دي. وجع كبد وقوانص. يا عم الحاج قول لي اعمل ايه؟ قول لي انا عايز حل. ما تقولش بقى تيجي تروح انجز. خش في الزيتونه على طول. في الزيتونه هتفهمني لو قلت يا عم قول. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه لما تحس في مشكله يبقى انت عندك، مش عايز اقول خلل، يبقى انت عندك علاقتك بربنا في حاجه غلط بالبلدي كده. يبقى واحد صلح علاقتك بربنا. ده اول بس واحد. خلاص بس تمام. خلاص اللي بعد. اتنين اكيد طبعا هيبقى في بينك وبين الناس ممكن يكون في مشاكل. تمام. اكيد. في ضغط في الشغل، في كذا في كذا في كذا. انا عايزك حته شعوذه صغنونه قد كده بس بجد بتجيب يعني. تمام. الشخص اللي انت قدامه ده، انت اولا انت ما تعرفش الظروف اللي عنده ايه، ده اولا. فانت محتاج ان انت تعذره شويه. مهما كان الظروف اللي هو فيها ده ما يديلوش الحق ان هو يخلي حياتك جحيم. حلو قوي جميل. ده بقى ياخدنا للنقطه الثانيه. ما دام احنا في شغل يبقى اللي بيحكمنا لوائح وقوانين الشغل، وفي لوائح وقوانين الشغل المفروض ان هو يعاملك كويس. بزنس وايز. لا ان هو يعاملك كويس، ده هو مجبر على ده. تمام. هو مجبر على ده. وانت تمام. ممكن طبعا، انت راجل طبعا ناشط سياسي وحقوقي وما اعرفش ايه والحاجات بتاعتكم دي، فانت بكل بساطه انت ممكن تعمل شكوى صغنونه كده قد كده في مكتب العمل وممكن يا عم يتظبط. فكك يا عم. احمد المغازي مش عايش معانا. لا بجد فكك يا عم فعلا الكلام ده يا فعلا عم. فعلا يا جماعه، هي القوانين موجوده بس احنا ما بنطبقهاش. سيبك من الشغل. البيت. هو طبعا موضوع البيت ده موضوع كبير، بس خلينا نقول ببساطه برضو ان اللي بيحصل حاجتين. انت من الاخر امتى نمشي؟ هقول لك انا بقى هسالك سؤال بقى عشان نجيب الكلام اللي يجيب من الاخر يعني. الكلام ماشي. طيب. دلوقتي عندك مشاكل في البيت. تمام. هل امشي اموري ولا احلها ولا اصطدم ولا اطنش واكبر دماغي؟ هقول لك موقف صغير واعتقد ان انت ذكي كفايه تفهم منه. تمام. النبي عليه الصلاه والسلام كان اختلف مع السيده عائشه. تمام. مش هقول خلاف، لما جه ابو بكر وضربها بالقلم. الحوار دار ما بين النبي عليه الصلاه والسلام والسيده عائشه. سيدنا محمد حكم سيدنا ابو بكر. تمام. فالسيده عائشه يعني عايز اقول ايه، بتشتكي بنقاء شديد كده وبطيبه شديده قالت له قول الحق يا رسول الله. تمام. فسيدنا ابو بكر طبعا زعل. يعني ازاي النبي بيقول الحق طبعا، انت بتتكلمي ازاي كده؟ تمام. فنهارها يعني، وفي روايه ان هو ضربها. تمام. فالنبي ببساطه جدا، مع ان هو المشكو يعني هو المفروض هو يعني خلينا نقول المجني عليه او هو اللي مغلوط في حقه، قال له ما لهذا جئناك. مش جاي تضربها. يعني هو نسى الموضوع في منت. يعني اهم حاجه تحل المواضيع كلها بهدوء. اهم حاجه حتى لو مش تحلها. اهم حاجه الراجل برضو عليه اللود الاكبر. انا عارف ان في زوجات بيسمعونا ممكن يعني ايه ياخدوا الموضوع ده زي ما بيقولوا كده ايه حلوانه في سلوانه، بس برضو الراجل عليه العبء الاكبر. الراجل هو اللي بيحاول يحاوط البيت ويحافظ على البيت. الستات مضغوطين في البيت، مضغوطين في شغل البيت، مضغوطين في تربيه الاولاد، ولو بتشتغل مضغوطه في الشغل حاول بقدر الامكان انك تحتويها. لو انت برج الاسد وهي برج الاسد، معلش انت عنيد وهي عنيده، معلش يعني ايه احتويها انت اكتر. ارجع ورا سن، اعمل خطوه للخلف، معلش هات ورا يعني. بالظبط. بالظبط. ده انت بتحافظ على البيت، لان السياسه معلم. بالظبط. الصدام الاولاد ممكن يتعبوا فيه، انت نفسك. المشكله ان انت لما لو جبت ورا مره هتتركب 100 مره. لا. في واحد بيرجع ورا او بيجيب ورا، تمام، عشان خاطر هو مش عاوز يحل، وفي واحد بيرجع ورا عشان يحتوي. تفرق. تمام. والست ذكيه كفايه، خلي بالك اي ست في الدنيا عندها من الذكاء القدر الكافي انها تفهم هو جاب ورا عشان انا قرصت عليه ولا جاب ورا عايز يلم الموضوع. بتفهم لان عارفه ان مره واثنين وثلاثه انت ممكن في مره تنفجر، فهي هتخاف من ده. تمام. فالموضوع علاقه تبادليه. والزعل لما بيحصل لو فضل متساب بيتراكم، بالذات في العلاقات الزوجيه. لو فضل متساب بيتراكم، فحاول كل فتره تعمل زي ما بنقول كده تشيك اوت، او يعني تشيك اب، اسف، تعمل زي فحص كده، او تعمل زي سكان جلسه بالظبط، او تقعدوا مع بعض ايه الاخبار، عامله ايه، زعلانه من ايه وبتاع. انا بقول الكلام ده الكلام العلمي. تمام. وانا اتمنى ان انا بكون بطبقه. تمام. يعني انا بحاول. تمام. عشان مراتي قاعده بره. طيب احمد عيسى. نعم. ايه رايك في اللي هو قاله؟ واضح ان انت عمال تسقف له، يعني هو عمال يتكلم وانت تسقف له. لا انا لا، هو احمد
هي الفجوه دايما اللي بنتكلم فيها فجوه النظريه والتطبيق. تمام. هي الكلام حلو تمام، بس انت غصب عنك، انت ما بيحكمكش العقل المجرد تماما وقت الغضب او وقت الزعل. يبقى انت بقى تبقى شاطر وتحاول تقلل الفجوه دي على قد ده اللي انا بقوله بقى. انت بتتعامل مع الموضوع بحنكه، يعني بايه، بلاش بحنكه صالح عشان ما تزعلكش. ماتش شطرنج بالصياعه. الله ينور، هو ده الكلام. اخي بالك بسياسه بالدولار. انت يعني مش عيب انك انت مع الضغوط تنهار، يعني دي حاجه ما تعبكش، بس الشطاره ان انت تقوم بسرعه. بالظبط كده، يعني الشطاره ان انت تقوم بسرعه. كل الكلام اللي بيتقال وكل النظريات وكل الكورسات وكل الكلام ده كلام حلو ومجرب وكذا، تمام، بس في مشكله ان احنا بنتعامل معاه ان هو لازم نطبقه في 100%. 1 2 3 1 2 3. مفيش حد في الدنيا بيقول كلام 100% وبيطبقه 100% الا النبي عليه الصلاه والسلام بس. عشان بس الناس ما تحسش انه ايه، هو بياخد كلام او بيتعلم كلام او بيقرا كلام وما بيطبقوش 100%، فيحس ان هو لا انا كده في تناقض. يا جماعه ده دي طبيعه البني ادم. الشطاره ان انت تحاول تقرب من ال 100%، مش الشطاره ان انت تجيب 100%، مستحيل تجيبها. بس برضه خلي بالك يعني في ناس كتيره في تعاملها مع الضغوط ما بتكونش قاريه اللي انت بتقوله او سامعه اللي انت بتقوله، هي بتتعامل بايه، بالخبره. يعني انا اتحطيت في كذا موقف شبه كده فانا اتصرفت بالطريقه الفلانيه فممكن اتصرف تاني كده. تمام، اخد بالك الموضوع بيتحول من لممارسه لممارسه ازاي ان انا ابقى تحت ضغط واشتغل، او ان انا تحت ضغط وامارس حياتي بصوره طبيعيه. دي مهاره بتأدي الخبره بعد كده. ده السيكونس الترتيب ده كده. لو انت في شغلك، لو انت في بيتك، لو انت في علاقاتك مع اصحابك، احنا ياما بنتخانق. ومثل الابداع بقى، المفروض ان انا كل مره احل بطريقه مختلفه عشان اجرب الحل ده واجرب الحل ده واجرب الحل ده. يعني في المشكله ما يبقاش عندك رفاهيه انك انت تفكر كده. لا يا عم ليه؟ اقول لك على حاجه، الحته دي الناس بتوع اداره الازمات لما تبقى مثلا في مشكله في بلد ولا في مشكله في شركه ولا كذا، تمام، الخبره هي اللي بتخليه يتحرك. اخد الريسك ان انا ابدع حل جديد ولا اخد الحل المتجرب. ايوه تمام، ده الريفرنس ولا الريسك. يعني الخبره هي اللي بتحكم. تمام. حته ان انت تبدع بقى في الحل دي، لو انت مثلا قاعد كده ومروق الدنيا جميله كل حاجه ستيبل تمام، بتشوف بقى عندك خطه استراتيجيه. انا هجرب الحل الفلاني، هجرب الحل الفلاني، تدلع بقى وبراحتك، مفيش حد بيجري وراك. تعالى ناخد الكلام في مسار سريع كده، لان الوقت اللي عندنا ما اعتقدش انه كفايه. الروتين، هل الروتين ده بيبقى سبب من اسباب الضغط او اللود على البني ادم؟ بص، كلمه روتين احنا فاهمينها الروتين بس الروتين ما بيزعلش، الروتين بيزهق. الروتين بص بين الزعل والزهق. الروتين نظام، لا ماشي بنظام تمام، انما كلمه وقصد الروتين اللي هو ده اسمه ريد تيب، الرخامه بقى، اللي هو الرخامه بتاعت كل يوم اللي انت بتقابل نفس الناس بيتعاملوا بنفس الطريقه، الكلام ده لازم تفصل. تمام. حتى لو هتقول لك ايه، لو هتغير مكان المكتب زي ما محمد قال، ايوه هتغير. يعني اقول لك على حاجه، بلاش في مصر، يعني شوف في اي بلد من الدول الثانيه، يا رب نبقى زيهم كده يا رب، قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. بيغير ترتيب الفايلات على المكتب، بيغير الصور اللي هو حاططها. يعني مثلا حاطط صوره لابنه ده بافتراض ان انت عندك يعني رفاهيه انك تحط صور على المكتب. يا عم الرفاهيه موجوده يا عم. خلينا بص يا احمد، احنا بنتكلم تغيير ممكن ياثر كتير. لا احنا بنتكلم خلينا منطقيين. انت راجل بتنزل كل يوم شغلك الساعه 7 مثلا، للاسف بتروح مكتبك 7:30، فبيبقى عندك نفس الورق المطلوب منك تعمله كل يوم. تمام. بتشرب قهوتك في نفس الميعاد، بتمشي في نفس الميعاد، بتقابل نفس الناس ونفس الناس بتمارس عليك ضغوط نفسيه مش لطيفه. ال 24 ساعه اعتقد ان الوقت ده كفايه قوي ان هو يشحنك بطاقه سلبيه. بقول لك على حاجه، المشكله ان احنا بنشوف اليوم، انا الظاهر محمد سعد في هندسه الصوت عاجبه قوي الكلام بتاع عايز. انا بس عايز اقول حاجه، احنا يا جماعه عندنا 8 ساعات في اليوم، تمام؟ ال8 ساعات في اليوم دول انت بعتهم للمكان اللي انت بتشتغل فيه. 8 ساعات شغل، 8 ساعات شغل، تمام؟ قابلين للزياده في بعض المهن زي مهنتنا. تمام. يعني. تمام. فانت عندك بقيه اليوم يا جماعه، لو انت عملت اكتيفيتي واحده، او بلاش اكتيفيتي عشان ما تقولش مش عارف، نشاط، حركه، افتكاسه، شغلانيه، فلفلايه، اي حاجه، تمام؟ كل يوم جديد، بلاش كل يوم، كل اسبوع. خلي بالك ان احنا يعني احنا الثلاثه عندنا القابليه ان احنا نعمل اي اكتيفيتي جديده. تمام. بس المشكله بقى لما الاكتيفيتي دي تتحول للود تاني عليك. تمام. انت مطالب ان انت بعد 8 ساعات شغل
تمام. تقعد عشان تكتب سكريبت، تمام. او بلاش تهندل، او تدير مثلا فريق كذا، او تطلع كذا، او تصور كذا، حلو. او تيجي برنامج في الراديو. حلو. يعني فاهمني؟ طبعا ده لود، وبالذات لما انت تبقى معتمد على اشخاص معينين وتحط فيهم ثقتك وفي الاخر يبيعوك عشان خاطر حاجات معينه. بالظبط كده. يعني انا بشكر الناس اللي باعونا عشان حاجات معينه. الموضوع ده اللي بيتحكم فيه شغفك بالحكايه. يعني زي الشخص اللي بيشتغل في محل كتب مثلا، ممكن يقرا طول النهار روايات ما يزهقش. تمام. انت مدى شغفك بالموضوع. على فكره احنا اللي ماشيين الشغف. على فكره احنا اصلا معظمنا اصلا شغالين في حاجات ما بيحبهاش. ماشي، بس انت الحاجات بقى اللي هي بعد ما بتخلص الشغل الرخم بتاع 8 ساعات ده ولا بتاع 10 ساعات ده، وتيجي تقعد تكتب سكريبت، ممكن تبقى انت تهلكان وتعبان وطالع عينك وعندك مشاكل الدنيا على فكره انت اصلا ممكن حمام دافي مع مزيكا هاديه مع معطر جو حلو كده شيك. ده مش شعوذه جماعه والله العظيم. ده مزاج يا باشا. شفت ازاي؟ ايوه المزاج ده اخر اليوم. بص انت فاكر لما كنا بنصور، طقم جامد جديد عندك ولا حاجه، وانزل اقعد في مكان نظيف قوي، اشرب قهوه حلوه قوي، وامسك كتاب نفسك تقراه واقعد اقرا فيه. خليها كتاب مش خناقه، ما علينا. طيب بلاش كتاب والقهوه، عشان انت عارف انت عندك ارتكاريه من الكتب والقهوه مع بعض. طيب احنا للاسف وقتنا خلص. كنا نتمنى ان احنا نقعد معاكم اكتر من كده وناخد مداخلات اكتر من كده، لكن بشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا، كل الناس اللي حاولوا يتصلوا بينا، ونتمنى يا رب ان الزعل في حياتنا يبقى قليل قوي 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 قوي، ونحاول ان احنا نستعين بالله كمان، نستعين بالله اكتر ونقوي علاقتنا بربنا اكتر، والناس اللي احنا بنحبهم نقعد معاهم اكتر ونقرب منهم اكتر. صدقوني دول اهم حاجتين ممكن يساعدوك ان انت تخرج من الزعل بسرعه. بشكر عشرة العمر محمد صالح واحمد عيسى ومحمد سعد على الهندسه الصوتيه، ونطلع اخر فاصل ونشوفكم الثلاثه الجاي ان شاء الله.